يا دكتور، هو الشعار ده عادي جدا الصراحة. عادي. طب لو قلت لك إن في تفصيلة ملايين الناس مش شايفينها أصلا. يا نهار أبيض. النهاردة هنفك شفرة أحدث وأذكى شعار على مستوى العالم. Light of my heart, you are my guide through every storm you'll by. أنا الدكتور رامي قميحة، أرت دايركتور ومحاضر جرافيك. في السلسلة دي هنفك شفرات أشهر التصميمات ونفهم إزاي اتعملت. بص كده للشعار في 3 ثواني، شايفين حاجة غريبة؟ أنا شايف حروف وخلاص. ركز بين الإي والإكس. الذكاء هنا مش إن هم حطوا سهم، الذكاء إنهم أصلا ما حطوش سهم، استخدموا النيجاتيف سبيس. طيب لو جينا الأول لفكرة فيديكس كشعار، ليه هو أصلا كان مكلف؟ يعني هو بصراحة سعره كان غالي. وإيه فكرة النيجاتيف سبيس والكلام ده كله؟ لو جينا فكرنا شوية، إيه السبب وراء كل الكلام ده؟ السهم ده وراء كل الكلام، كل القصة. السهم ده أصلا سهم إيه؟ سهم بيدل على إيه الأول؟ حركة. بيدل تاني على إيه؟ على سرعة. بيدل تاني على إيه؟ توصيل. مظبوط. بيدل تاني على حاجة مهمة أوي، اللي هو الاتجاه إلى الأمام. فده توضيح لفكرة السهم، عشان اللي بيقول لي ليه سهم، إيه الفكرة اللي فيه. ففي كده أفكار كتيرة جدا أو دايركشن كتيرة أوي خرجت من فكرة السهم. يعني المخ بيلقط السهم حتى لو مش واخد باله منه. بالظبط، ودي قوة التصميم الذكي. تعالوا بقى نعيد بناء المنطق مش نرسمه وخلاص. لو جينا بقى نعمل الشعار، جينا نعمل احنا الشعار، يتعمل ازاي؟ هاو تو بقى. بص ركزوا معايا، اول حاجه الشعار ده مستخدم فيه خط اسمه فيوتورا بي تي. فيوتورا بي تي هنشتغل بيه. انا هسيب لكم الخط في الديسكريبشن، الفونت تحميله يعني. هكتب كلمه فيديكس، في اكس، واكبر شويه بالسهم اللي هو بتاع التكبير والتصغير، بالالت والشيفت عشان يكون منتظم بالشكل ده. واختار من فوق سيرش على ايه؟ فيوتورا ده اهو. طبعا هو مختارين بولد، يعني مختارين الاوبشن يكون بولد، فاختار بولد اللي هو ده. تمام كده زي الفل. طبعا انا بعلمكم ان احنا ما نغشش. انا اي طالب معايا بيدرس معايا بعلمه ان هو ما يغشش، ما يشفش الحاجه، يرسم جنبها او قصادها كريفرنس. فاول حرف اف كابيتال، وحرف الاي كابيتال. يبقى نعلم على التكست تحديد على الكل، نمسك الاف، نضغط شيفت اف. شيفت اف بخلي اي حرف عامه بالشيفت بيبقى كابيتال. نمسك الاي برضو نعلم عليها شيفت اي. طيب استخدمنا خاصية تانية من تكنيكس الشعارات، مدرسة الشعارات، خاصية الكيرنينج. ايه هو الكيرنينج؟ اللي هو تضييق الحروف. الحروف هنا هو الخط مظبوط، بس الحروف هنا ضيقة وهنا بعيدة عن بعض. فدخلنا على كاركتر، اوكي، واخترنا خاصية ايه حلوين؟ الكيرنينج، اللي هي الخاصية دي. فالخاصية دي هي الصفر. اخليها مثلا، افتح السهم اخليها مثلا -100. نشوف كده، -100 حلو، لذيذ. طيب دي تاني خطوة. تالت خطوة ايه؟ ان انا هحول الخط من من تكست الى شيب. رايت كليك عليه، كرييت اوت لاين، احوله الى شيب. واحتياطي رايت كليك هعمل ايه؟ ان جروب احتياطي، عشان امسك كل واحد لوحده. بعد كده زوم ان. القاعدة ان انا اخلي كل الحروف من فوق سوى واحد. لو شديت خط كده الاف مع الاي، يبقى كده الدي اطول. فهمسك السهم الابيض يا حلوين ده، وهعمل تحديد على النقطتين دول، وهمسكهم واشدهم بالشيفت لتحت شويه. شكرا. القاعده تاني ايه بقى يا حلوين؟ ان هو مقربين الاي مع الاكس من الدي، همسكهم مع بعض تحديد، سهمي بالكيبورد شمال مره اتنين تلاته اربعه. شكرا. القاعده كمان ان هم مختارين الوان، فاحنا هناخد الوان اللوجو الاصلي. هناخد اول 3 حروف يعني نحددهم مع بعض بالقطاره او القطره، نختارها ناخد الدرجه دي. حلو. هنعلم على الحرفين التانيين بالقطار او حرف الاي بالكيبورد، ناخد الدرجه دي كده. جميل. نيجي بقى لاخر تريكايه، حرف الاي والاكس اللي بيكونوا السهم. انا هعمل تريكايه صغيره جدا. هحرك الاكس كلها لحد ما تتلاقى، بص معايا، مع الاي، والباقي ده اعمل فيه ايه؟ ما هو كده اتكون، بصوا السهم كده اكشولي كوننا فكره السهم. بصوا ثانيه واحده
كده السهم اهو اتكون، بس فيه زيادات. فهنعمل ايه في الزيادات بقى يا حلوين؟ هنعمل بس لاين كده، خط وهم كده، او لاين، خط يعني نرسمه حتى من غير اي لون. امسك السهم الاسود واعلم على الكلمه كده مع الخط، وبالشيب بيلدر هطرح دي بالالت واطرح دي بالالت. بعد كده امسك السهم الاسود وامسك الخط ده اقول له ايه؟ باي باي مع السلامه، مش عايزك. يبقى الشعار احنا خدنا فيه قصه انشائه وفكرته اصلا كانت عامله ازاي، اصلا ليه اخترنا السهم. المخ بيحب يكتشف، ولما يكتشف بيتذكر، وده سبب ان ناس كتير عمرها ما تنسى الشعار. ودي انسايت قوية جدا على فكرة. يعني يا دكتور الشعار البسيط ممكن يبقى أذكى من الشعار المعقد؟ احيانا يا رامي اصعب حاجة للتصميم انك تخليه بسيط. اكتبوا لي في التعليقات نفك شفرة ايه الحلقة اللي جاية. كان معاكم رنا ميحة، وانتم كنتوا في ليرن رفق ميحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Light of my heart, you are my guide.